اللي في الصورة دي كلثوم أكبري، معروفة باسم أرملة الموت. اتجوزت أكتر من 18 مرة وقتلت أكتر من 11 بني آدم. نقدر نقول إن هي أكتر قاتلة متسلسلة في إيران. اتجوزت العدد ده كله إزاي وقتلت برضه العدد ده كله إزاي؟ هنعرف مع بعض. ست ذكية جدا، بس كل الجرائم بتاعتها اتكشفت بالصدفة، والسبب كان الطمع. 1967 اتولدت كلثوم أكبري في محافظة ساري في شمال إيران، والمدينة دي بيغلب عليها الطابع الريفي. وأهل القرية دي معروفين بالتشدد شوية في العلاقات، تحديدا مع البنات، بيتعاملوا معاهم كأنهم سلعة. وكلثوم كانت من أسرة فقيرة نسبيا، واتربت من وهي صغيرة في السن ازاي تراعي بيتها وازاي تراعي جوزها في المستقبل. ولأن جسمها ما كانش باين عليه السن خالص، لما وصلت 12 سنة كان شكلها ست كبيرة. علشان كده أهلها أصروا إن هي تتجوز في السن ده. والأغرب إن في راجل كبير اتقدم عشان يتجوز الطفلة الصغيرة دي اللي اسمها كلثوم أكبري. وفي الفترة دي كلثوم كانت لسه صغيرة ولا فاهمة ولا عارفة هو إيه اللي بيحصل. وفعلا كلثوم رفضت الجوازة دي، ولكن أهلها أصروا إن الجوازة دي لازم تحصل. فحاولت إن هي تهرب من البيت عشان ما تتجوزوش، لكن أهلها عرفوا يسيطروا عليها وفعلا اتجوزت الراجل ده. والسر هنا إن الراجل ده كان غني جدا، وزي ما قلنا إن عيلتها كانت فقيرة جدا، فكان هدفهم إن الوضع المالي بتاعهم يتغير. بس اللي حصل كان غير كده تماما. الراجل كان بيعامل كلثوم معاملة وحشة جدا، وفي نفس الوقت كلثوم ما كانتش عارفة تتعامل معاه ازاي. وكانت كل ما تقول لأهلها إن جوزها بيعاملها وحش كانوا بيخليها تسكت عشان تكمل الجوازة. وبعد سنة من الجواز، ودي حاجة غريبة جدا، كلثوم تبقى حامل وتخلف ولد. والحقيقة إن هي أصلا ما كانتش عارفة تتصرف مع الطفل ده ازاي، لأنها كانت طفلة صغيرة ومطلوب منها تربي وتراعي طفل زيها. وبسبب جهلها وإن هي مش عارفة تتعامل مع الطفل ده ازاي، فحالة الطفل الصحية بدأت تتدهور تماما لحد ما على آخر السنة توفى. والوفاة دي أثرت على جوزها اللي هو أكبر منها في السن، علشان كده جات له أزمة قلبية وتوفى بشكل طبيعي. والأحداث اللي حصلت دي كان مر عليها سنتين، يعني كلثوم دلوقتي بقى عندها 14 أو 15 سنة. فكلثوم تروح تعيش عند أبوها وأمها تاني بعد ما جوزها مات، ولكن تتفاجئ إن أبوها وأمها بيجهزوا لها الجوازة التانية، ونفس الموضوع بالظبط، الجوازة هدفها الفلوس. وفعلا عملوا كده وجوزوها الجوازة التانية غصب عنها. وبرضه كان راجل كبير وغني جدا، وكلثوم في السن ده ما كانتش مستوعبة أي حاجة. بس واضح إن التجربتين دول غيروا شخصية كلثوم وكونوا جواها شخصية جديدة، شخصية كانت بتفكر بس إزاي تطلع بأكبر استفادة من الجوازة دي. بس اكتشفت إن الجوازة الأولى ما استفادتش أي حاجة، وعلشان كده قررت إن الجوازة التانية تبقى عبارة عن استفادة بس. وجوزها التاني زي ما قلنا كان برضه كبير في السن، بس كان بيعاملها بطريقة أحسن شوية من جوزها الأولاني. وبعد سنة كلثوم تبقى حامل تاني وتخلف بنت. بس بعد شوية يحصل بينها وبين جوزها مشاكل، وبسبب المشاكل دي جوزها يطلقها، وهنا تاخد كلثوم بنتها وترجع تاني على بيت أهلها. ونفس الموضوع برضه مفيش أي استفادة. وكلثوم كانت عارفة إن هي لما ترجع البيت أهلها برضه هيدوروا لها على العريس التالت، وعلشان كده قررت إن الجوازة التالتة دي تبقى من اختيارها، وتتجوز كلثوم الجوازة التالتة وفعلا تبقى من اختيارها. وبرضه بعد شوية وقت يحصل بينها وبين جوزها خلافات وبرضه يطلقها، وبرضه ترجع على بيت أهلها لتالت مرة، بس المرة دي تفقد الأمل خالص في الجواز. ورغم إن هي فقدت الأمل في الجواز، بس برضه اتجوزت مرتين، وفي المرتين دول مرة جوزها مات ومرة جوزها طلقها. يعني كده عدد مرات الجواز 5، 2 منهم ماتوا و3 طلقوها. وهنا كلثوم تبقى وصلت سن 25 سنة، وبدأت تركز في كل التفاصيل اللي مرت بيها، وإن هي اتجوزت 5 مرات وفي الآخر ما استفادتش أي مبلغ مالي من ال5 جوازات دول. وعارفة إن هي في كل مرة هتتطلق فيها هترجع لبيتها تاني وهتتجوز الجوازة رقم 6. وهنا كان لازم كلثوم تتصرف. وهنا كلثوم قررت إن هي تنزل تشتغل علشان تصرف على نفسها وما تبقاش تحت رحمة أهلها. وفعلا شافت مطعم ونزلت تشتغل فيه، وكل اللي فكرت فيه الفلوس اللي هتاخدها من المطعم ده. المهم إن هي نزلت تشتغل في المطعم ده وهي عارفة كويس جدا إن هي ست جميلة، وعارفة إن كل ما راجل يبص عليها بتلفت انتباهه على طول. وعلشان كده كلثوم أكبري قررت إن هي تستفيد من جمالها ده في كل حاجة، وبدأت تشوف هي إيه الطرق المتاحة قدامها اللي تقدر تكسب بيها فلوس كتيرة في وقت قليل. وهنا الجواز المؤقت أو جواز المتعة كان أكتر حاجة متوفرة قدامها. وهي لسه بتفكر في الموضوع ده تلاقي راجل كبير كان بيجي المطعم كتير، بس واضح ان الراجل ده كان معجب بيها وبيجي المطعم مخصوص علشانها. وبعد شوية يطلب منها الجواز المؤقت، وان هما هيتجوزوا لمدة شهرين مقابل مبلغ مالي كبير. وطبعا كلثوم ما صدقت ان الفرصة دي جات لها. في الوقت ده كلثوم كانت في اواخر العشرينات والراجل ده كان في اواخر الستينات، ومش فارق معاها حلال من حرام، المهم ان هي تكسب فلوس من الراجل ده.
المهم إن هي فعلا تتجوز الراجل ده ويتفقوا مع بعض إن هي تاخد الفلوس بتاعتها بعد ما عقد الجواز ده يخلص، وبعد ما يتجوزوا تروح معاه البيت وتتصدم من اللي شافته، تلاقي الراجل عايش في قصر والراجل ده غني جدا ويعيشها في الوقت ده أحسن عيشة، فلوس كتير جدا وذهب. وطبعا كلثوم أكبري ما كانتش مستوعبة الوضع اللي هي بقت فيه، وبدأت تحس إن الخطوة اللي هي خدتها دي هي أحسن خطوة من الجوازات اللي قبل كده. ومن بعد الجوازة دي حياة كلثوم تتغير تماما. الراجل فعلا كان كويس معاها جدا وبيديها كل اللي هي عايزاه، لأن هي في الحقيقة كانت مريحاه جدا جدا. فالراجل كان مبسوط وعايز يبسطها معاه. بس لما يمر شهرين كل حاجة تتغير، لأن كلثوم اتفاجئت إن الراجل بيقول لها إن مدة العقد خلصت ولازم تلم هدومها وتمشي من البيت ده. وحاولت معاه إن هي تمد المدة شوية، ولكن الراجل رفض لأنه كان عايز يتجوز جوازة تانية وفعلا يديها فلوسها وتمشي بره القصر ده تماما. بس لما كلثوم تمشي المرة دي كان معاها مبلغ مالي كبير من الجوازة دي، وهنا حسس إن في فرق كبير بين الخمس جوازات اللي قبل كده اللي ما خدتش منهم أي حاجة وبين الجوازة الوحيدة اللي اتجوزتها وكسبت منها مبلغ مالي كبير. وهنا قررت إن شغلها اللي جاي يبقى عبارة عن جواز متعة، تتجوز واحد كام شهر بمبلغ مالي واتفاق، وبعد ما يخلص الجواز تاخد فلوسها وتمشي. وبدأت كلثوم هي اللي تدور على الرجالة اللي هتتجوزهم، وطبعا كانت حاطة شروط إن مدة العقد ما تزيدش عن شهرين والمبلغ المالي تاخده أول ما تمضي العقد. وفعلا اتجوزت 3 مرات بنفس الشروط دي، وبعد ما تخلص الجوازة تاخد الفلوس وتعيش حياتها براحتها. وطبعا سابت المطعم وبقى شغلها الحقيقي هو جواز المتعة، لحد ما الحياة تتغير في الجوازة الرابعة اللي بعد كده. واقصد الجوازة الرابعة دي في جواز المتعة بعد ما بقى جواز المتعة هو شغلها. وعشان بس ما نتلخبطش، كلثوم أكبر لحد اللحظة دي اتجوزت 5 جوازات شرعية و4 مرات جواز متعة أو جواز مؤقت. المهم إن الجوازة رقم 4 دي غيرت حاجات كتير في حياة كلثوم أكبري، ومن هنا تبدأ حياتها تتغير لفكرة قاتلة متسلسلة. والجوازة دي كانت برضه من راجل كبير في السن اسمه أحمد عنده 70 سنة، والراجل ده كان فيه نفس المواصفات بس حط شروط جديدة شوية، إن عقد الجواز يبقى 1.5 سنة وإن هي ما تاخدش فلوسها إلا لما العقد يخلص. بس طبعا كلثوم كانت عارفة إن هي تقدر تسيطر عليه وهتعرف بعد كده تاخد اللي هي عايزاه، ما كانتش عارفة إن هي داخلة على تجربة جديدة وغريبة. وبعد الجواز على طول كلثوم عرفت ان الراجل ده بخيل جدا وما عندوش استعداد ان هو يصرف عليها اي فلوس، حتى لما كانت تطلب منه اي مبلغ مالي كان يعمل معاها مشاكل على طول. والمشكلة ان العقد لسه بدري عليه، لسه قدامها 1.5 سنة كاملين. فبدأت تفكر تخلص من الراجل ده ازاي، وطلبت منه الطلاق، ولكن الراجل هددها بعد الجواز اللي ما بينهم. وهنا كلثوم أكبري بدأت تفكر ازاي تتخلص من الراجل ده من غير ما يكون عليها أي مشكلة، وفي نفس الوقت تحط خطة جديدة وغريبة ما جاتش على دماغ أي حد. استغلت إن الراجل كبير في السن وإن لو حصل وفاة بشكل طبيعي هتبان قدام الناس إن هي وفاة طبيعية ومحدش هيشك في أي حاجة. وعلشان كده جابت خلطة دواء هي اللي عاملاها، كانت عبارة عن شوية أدوية سكر وأدوية ضغط وحبة منشطات جنسية، وبدأت تخلطهم على بعض وبعد كده بدأت تحطها له في الأكل وفي الشرب. والخطة كانت إن الراجل بعد ما ياخد كميات الدواء دي هيتنقل على المستشفى لأنه أكيد هيتعب. فلما يتنقل على المستشفى ويرجع تاني البيت أكيد أهله هيجوله البيت عشان يطمنوا عليه، وساعتها يعرفوا إن كلثوم واقفة جنبه وبتساعده. وفعلا أول ما يرجع البيت تاني من المستشفى تحط له جرعة تاني من الدواء بس كبيرة شوية، وساعتها الراجل هيموت، بس الناس هتصدق إن هي وفاة طبيعية لأن الراجل لسه راجع من المستشفى وكان تعبان جدا. وفعلا هو ده اللي يحصل، وأول ما الراجل يرجع من المستشفى كلثوم تحط له جرعة كبيرة من الدواء، وساعتها الراجل يموت ويتشخص إن هو توفى بسبب الجلطة الدماغية. وساعتها أهله كلهم يقتنعوا إن الوفاة دي طبيعية، وكده الراجل مات والعقد اللي بينه وبين كلثوم انتهى، وكلثوم تاخد فلوسها وكل حاجة خلصت، وفي نفس الوقت ما عندهاش أي تهمة أو أي إدانة. ومن ساعتها بقت هي دي طريقة كلثوم أكبري، جريمة قتل بس تبان وفاة طبيعية، وبعد ما تخلص من كل حاجة تخش على الجوازة اللي بعدها. وكان راجل اسمه مسيح وعنده 80 سنة، واتفق معاها إن عقد الجواز يبقى 2 سنين، ونفس الفكرة ما تاخدش فلوسها إلا بعد ما العقد يخلص. بس كلثوم توافق وهي عارفة كويس هتعمل إيه لو الراجل ضايقها شوية. ويمر شهر واحد بس وكلثوم بدأت تحس إن هي بدأت تزهق من الراجل ده، وعايزة تنجز في الوقت عشان تخش على الجوازة اللي بعد كده عشان عايزة الفلوس بتاعتها، وتبدأ تحضر الخلطة بتاعتها وتحط الدواء ده في الأكل وفي الشرب، وفعلا تحضر العشاء وتحط الدواء في الأكل. وفعلا أول ما يرجع البيت ياكل ويقع على الأرض في ساعتها، بس المرة دي مسيح ما يموتش في ساعتها ويفضل فيه الروح. فكلثوم تجيب قماشة مبلولة وتقرر إن هي تخنق الراجل ده لحد ما يموت. بس زي ما قلنا الراجل كان عنده 80 سنة، تبلغ أهله إن هم يجوا عشان يتأكدوا بنفسهم إن الوفاة طبيعية. وكل الأهل اتعاملوا مع الموضوع عادي ما عدا ابنه الكبير، ده كان شغال دكتور وكان حاسس إن الوفاة فيها شبهة جنائية. وفعلا قال لإخواته إن هو حاسس إن الوفاة دي مش طبيعية،
بس اخواته ما اقتنعوش وقالوا له ان ابوهم عنده 80 سنة ووارد جدا يكون مات بأي سبب من الأسباب، عشان كده خلوا اخوهم الكبير يسكت خالص. ده غير ان الست كانت كويسة جدا مع والدهم وكانت كويسة جدا معاهم. الست كانت بتعرف تمثل الدور كويس جدا. المهم ان الراجل يدفن والوفاة تبقى طبيعية وكلثوم تاخد مستحقاتها وعقد الجواز يخلص. وبعد كده كلثوم تتجوز 3 مرات، وبرضه 3 مرات بنفس الطريقة. راجل كبير في السن وبيحط مدة العقد اللي هو عاوزها، وكلثوم أكبري مش فارق معاها أي حاجة. وبالصدفة برضه 3 جوازات الرجالة فيهم يموتوا، وفي ال3 جوازات يبان فيهم الوفاة إن هي طبيعية. الغريب إن في الوقت ده كلثوم أكبري بقى سنها 52 سنة، يعني بقالها 22 سنة بتعمل اللي هي بتعمله ده، لحد ما نوصل لسنة 2023. وهنا تبقى آخر جوازة في حياة كلثوم أكبري. سنها وقتها كان 55 سنة، وتتجوز راجل اسمه غلام عنده 83 سنة، ويعرض عليها الجواز المؤقت لمدة 2 سنين، وهي توافق وأهله كمان يوافقوا عليها، وفعلا تتجوز وتروح معاه البيت. بس لما تروح عنده البيت تكتشف ان هو كان ضابط سابق في الجيش الايراني. الراجل كان بيشك في صوابع ايديه. المهم ان يمر اسبوع واحد بس وكلثوم اكبر تقرر ان هي تخلص من الراجل ده. الراجل كده كده كبير ومريض، ولو حصل له حاجه محدش هيشك فيها. فحضرت تركيبه الدواء بتاعتها وحطتها في العصير لغلام، وفعلا قدمت له العصير. بس الراجل شك في العصير وشك في طريقتها ومرضيش يشرب من العصير ده، وطلب منها ان هي تشرب من العصير ده الاول. والست من قلقها مسكت الكوباية وقال يعني الكوباية وقعت منها من غير ما تقصد واتكسرت. وهنا الراجل يتأكد إن الست دي كانت هتعمل فيه حاجة، وبسبب الحركة دي غلام يطردها من البيت. وهنا كلثوم أكبري كل اللي كانت بتفكر فيه إن هي هتخسر فلوس عقد الجواز وهتطلع من الجوازة دي من غير ما تكسب حاجة. ده غير إن غلام ممكن يبلغ عنها، فقررت إن هي تتحرك بسرعة قبل ما غلام ياخد ضدها أي موقف. وعرفت إن غلام رايح النهاردة يبات عند بنته، فقررت إن هي تسيطر على البنت اللي شغالة عندهم في البيت وتديها مبلغ مالي كبير مقابل إن هي تحط لها تركيبة الدواء دي في الأكل لغلام. وفعلا البنت تطمع في الفلوس وتعمل كده، والراجل وهو قاعد في بيت بنته ياكل الأكل عادي بكل أمان. وبعد ما ياكل يقع على الأرض وفاقد الوعي تماما. ولما ينقلوه على المستشفى يكتشفوا إن الراجل مات بالسكتة القلبية. وهنا كلثوم أكبري كانت مستنية الإجراءات تخلص عشان تاخد فلوسها من عقد الجواز، بس بعد يومين تكتشف إن الشرطة الإيرانية جاية لها البيت وبيقبضوا عليها. وساعتها ما كانتش فاهمة هو إيه اللي حصل، عملت عبيطة يعني. وعرفت بعد كده إن غلام لما شك فيها حكى لبنته كل حاجة، وقال لها إن كلثوم أكبري عايز تخلص منه بأي طريقة. فلما الراجل مات بأزمة قلبية وبالسرعة دي، فالبنت شكت فيها وعملت فيها بلاغ واتهمتها إن هي اللي قتلت أبوها. بس في مفاجأة تانية حصلت في نفس الوقت. الراجل اللي اسمه غلام ده لما اتنقل على المستشفى، الدكتور اللي استقبل حالته هو الدكتور اللي كان ابن مسيح اللي كان متجوز كلثوم قبل كده، اللي كان شاكك اصلا في سلوكها وشاكك ان هي اللي قتلت ابوه. فلما عرف ان الراجل ده متجوز واحده اسمها كلثوم اكبري واتاكد ان هي اللي كانت متجوزه ابوه، فعمل بلاغ في كلثوم واتهمها ان هي برضه اللي قتلت ابوه. وفعلا يتم تشريح جثه غلام ويكتشفوا ان هي مليانه بشويه ادويه ملهاش علاقه ببعض، وادويه هو اصلا عمره ما خدها. ويتم اتهام كلثوم أكبري إن هي اللي عملت كده. وطبعا كلثوم أكبري أنكرت كل الاتهامات لحد ما البنت الشغالة اللي هي اديتها فلوس اعترفت عليها. وبعد إنكار فترة طويلة اعترفت في الآخر إن هي قتلته وقتلت كمان 11 بني آدم. ولولا إن غلام شك فيها وحكى لبنته كان زمانها في رقم 12 وكانت هتكمل عادي. كلثوم اتجوزت 18 مرة، منهم 5 بطريقة شرعية والباقي كله كان جواز مؤقت أو جواز متعة. لو كانت استغلت الذكاء اللي عندها ده في أي حاجة تانية أكيد حياتها كانت هتتغير الأحسن عن كده. كلثوم أكبر لحد النهاردة لسه بتحقق معاها، وكل شوية يكتشفوا ضحية جديدة، والإشاعات اللي طالعة بتقول إن هي قتلت أكتر من 20، ولكن اللي مكتوب في الصحف الرسمية إن هي قتلت 11 بني آدم. وتعتبر قضية كلثوم أكبري من أعنف وأكبر القضايا اللي حصلت في إيران. أشوفكم في قصة جديدة، ما تنساش لايك شير سبسكرايب. سلام.